الحلقة السادسة من برنامج بسمة عمل. العادة اللي بتغير المصير. في شعور كده بيجي في نص الأسبوع تقريبا يوم الثلاث، تحس إنك تعبان بس مش عارف أنت تعبان من إيه بالظبط. حاسس إنك واقف مكانك، وكل ما تفكر تطور نفسك تقول هو أنا هبدأ منين ولا منين؟ الدنيا كبيرة قوي وأنا صغير قوي. بس خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. أكتر الناس اللي عملوا تغيير كبير ما بدأوش بحاجة كبيرة ولا استنوا الحاجة تكون جاهزة وكبيرة، بدأوا بعادة بسيطة واستمروا. أنا فاكر واحد اسمه هيثم كان شغال معانا زمان في المخازن، ساكت كده وبسيط بس دايما بيبص حواليه. من كتر ما كان بيحس إنه مش هيقدر يسيب مكانه، قرر يلتزم بعادة واحدة. كل يوم بعد الشغل 20 دقيقة بس بيتفرج على فيديو تعليمي في الموبايل، مش لازم مجال شغل، أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور بقى بيعرف إكسل كويس جدا، وبعدها بدأ يساعد المشرف بتاعه في شغل الجداول الخاصة بالمخزن، وبعدها طلب نقله لقسم السبلاي تشين، وبعد سنة بقى عنده CV قوي يخليه يقدم في شركات تانية بمستوى أعلى. كل ده بدأ من إيه؟ عادة واحدة بس ثابتة. رسالتنا النهاردة: أنت مش محتاج تتقلب 180 درجة عشان تتغير، أنت بس محتاج تثبت على 1% تحسن كل يوم. وال1% ده لو فضل مستمر هيتراكم، ولما يتراكم هيبنيك. نصيحتنا النهاردة: اختار عادة واحدة بس تمشي عليها لمدة 3 أسابيع. اختيار 3 أسابيع يعني 21 يوم. مش لازم تكون العادة دي جبارة، ممكن حتى تقرأ صفحتين في مجال شغلك، تسمع فيديو صغير، تراجع اللي اتعلمته آخر كل يوم. ممكن كل يوم تكتب 3 حاجات اتعلمتها. بس السر مش في الكمية، السر في الاستمرار. سؤالنا ليك النهاردة: ايه العادة الصغيرة اللي لو التزمت بيها هتغير طريقة شغلك بعد 6 شهور؟ اكتبها وحطها في مكان تشوفه كل يوم، وصدقني هتوصل لحتة مختلفة جدا. اشوفكم في بسمة عمل جديدة إن شاء الله.